السلام عليكم. خلينا نلعب لعبة كده مع بعض. هنعمل بوز للفيديو ده ونقعد 5 دقايق نفكر في أي حاجة في الدنيا، أي حاجة تخطر في بالك ما عدا الدب الأبيض. اشمعنى يعني الدب الأبيض؟ عشان هينفع في اليوم الأسود؟ وحشة قوي قوي. يلا نعمل بوز وعلى ما تيجوا أنا جنة عادل وهدي السحل. تقول الأسطورة إن الملك ميداس، أيوة هو الراجل اللي كان بيحول كل حاجة لذهب ده، لو ما شفتوش السحلة بتاعته يبقوا شوفوها. بعد ما فاق من تحويل كل حاجة لذهب والأمور رجعت زي ما كانت، قرر إن هو يسيب القصر وحياة الترف والرفاهية دي ويروح يعيش في الغابات، بقى يدور على جدوى الوجود. وبما إنه عايش في الغابات فهيعبد إله الغابات اللي هو في الأساطير اليونانية والرومانية الإله بان. بان كان حامي الرعاة والحياة البرية، وكان بيتصور على إنه نصه إنسان ونصه معزة. وفي تصورات القدماء عنه في اليونان وفي روما انه كان اله شهواني وعربيد جدا، لكن في نفس الوقت كان في حته سنتمنتال حساسه كده، بتحب المزيكا وماشي طول الوقت يعزف على البان بايبس او مزمار بان، زي مسمار عبد السلام. لا استظراف، مش عايزين استظراف. وفي يوم من الايام بيقرر هذا البان ان هو يتحدى الاله ابولو. ابولو اله الشمس والموسيقى والفنون الجميله. ابولو للعزف بتاعه كان بيخلي الطوب يتهز وينط من مكانه لحد ما بنى صورته رواضه. تخيلوا. تفهموش بقى كان سكران ومدهول الدنيا، ولا كان بيحاول يفلرت مع واحده من الحوريات وبيفليكس قدامها. المهم يعني ان احنا دلوقتي قاعدين تحت جبل تومولوس، وده جبل موجود في تركيا فعلا. والمفروض ان في الاساطير اليونانيه اله الجبل ده واله الجبال كلها اللي هو تومولوس هو اللي كان بيحكم بين ابولو وبان في هذه المسابقه. بيبدا بان العزف على البان بايبس او مزامير بان بتاعته دي، والشهاده لله عزفه بيبقى حلو فعلا، اجمل من عزف كل البشر والالهه والحوريات. بعد ما بيخلص وبيمسك أبولو القيثارة السماوية بتاعته وبيبدأ يعزف، وإذ بالغابة كلها بتلتفت له وبتحاول تقرب علشان تسمعه أكتر. وطبعا النتيجة كانت معروفة، مدارس عاشور 0، والناس كلها رضيت بحكم تومولوس ما عدا مين؟ ميداس. ميداس كان قريب وسامع العزف اللي بيحصل ده، فجه وقال لهم يا جماعة أنا مش راضي، أنا شايف إن بان عزفه أحسن. وأبولو برغم إن هو المفروض يعني إله وفنان وراجل ذواقة كده وذو حيثية، إلا إنه اتقمص جدا. قصدك ايه يعني؟ انا عزفي مش حلو؟ تصدق انت حمار ولا بتفهم حاجه، وادي ودانك اهي. وراح محول ودانه لودان حمار. يا دي المصيبه يا عم. طب بالنسبه لحريه التعبير، مفيش حريه تعبير. طب اصل ده فن يعني، دي حاجه نسبيه، مفيش نسبيه. بيلف الملك ميداس المسكين ودانه اللي بقت ودان حمار دي بعمامه كده علشان ما حدش من الناس ياخد باله، والعيال بقى تجري وراه تقول ميداس ودن الحمار راح، ميداس ودن الحمار جه. وبيفضل مخبي سره على الناس كلها لحد ما بيحتاج يحلق في يوم من الايام، ولما بيجي الحلاق بيفك ميداس العمامه والحلاق بياخد باله. ايه ده يا مولاي؟ ايه ودانك مالها؟ مش عارف فيها التهاب تقريبا او حاجه؟ لا لا ده عادي. عادي ايه يا مولاي؟ ودانك ودن حمار. يا جحش انت هتسيح لنا؟ ايوه وداني ودان زفت، ولو جبت سيره لحد بالكلام ده هخلص عليك. لا لا مولاي خلاص هدي نفسك، خلاص سرك في بير. وبيطلع الحلاق من عند الملك ميداس وهو مش مصدق نفسه، معقوله الملك بتاعنا ودانه ودان حمار؟ اما دي حكايه عجيبه بشكل. بيفضل الحلاق ايام وليالي والسر الغريب ده طابق على مراوحه، هيموت ويقول لحد، بس عارف ان هو لو جاب سيره الملك هيخلص عليه. ايام وليالي لا عارف ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتكلم مع حد، لحد ما بيتوصل لحل عبقري. بيروح الغابه بالليل والناس كلها نايمه، وبيحفر حفره في وسط الشجر، وبيهمس للحفره بالسر بتاعه. الملك ميداس ودان ودان حمار، وبيردم الحفره وبيروح بيتهم، وكأن هم وانزاح من على قلبه. لكن ما تمرش السنة إلا وتكون طلعت فوق الحفرة دي مجموعة من عيدان البوس أو الغاب، ويظهر إن البوس نفسه معرفش يكتم السر، فبقى كل ما ريح الجنوب تعدي عليه يهمس في الريح الملك ميداس ودانه ودان حمار. والحقيقة احنا منعرفش بالظبط ايه اللي حصل مع الحلاق، وهل الملك اتفضح ولا لأ، وهل أصلا فضل عايش بلعنته دي بقية حياته ولا أبولو سامحه. بس الحاجة اللي لفتت نظري في القصة دي هو الحلاق اللي فضل يفرك لدرجة انه قال السر الحفرة في الارض. ليه لما بنكتم سر بنفضل حاسين بعدم ارتياح وبنفضل نفرك وبندور على حد نقوله له؟ وليه لما بنقوله لحد بنرتاح فعلا؟ نطلع فاصل ونرجع نشوف، واللي لسه ما داش على الزرار يدوس عليه. سنة 1987 كان الطبيب النفسي الأمريكي دانيال ويجنر مهتم قوي بفكرة كبت الأفكار أو قمع الأفكار، وإزاي دايما بتجيب نتيجة عكسية. إزاي كل ما بنحاول نتخلص من فكرة معينة ونفكر في أي حاجة تانية غيرها، الفكرة دي بتلزق في دماغنا أكتر، تتحول لهوس صغير يفضل يتنطط ويكبر لحد ما يبلع انتباهنا كله. ويجنر هو صاحب اللعبه اللي ابتدينا بيها السحله دي. جاب مجموعه من الناس قسمهم فريقين، وطلب من الفريقين ان هم لمده 5 دقايق يسجلوا كل الافكار اللي بتخطر على بالهم على ريكوردر كده.
الفريق الاول طلب منه انه يفكر في دب ابيض، والفريق التاني طلب منه انه يفكر في اي حاجه ما عدا الدب الابيض. بعدها طلب من الفريقين يعكسوا، اللي ما كانش بيفكر في الدب يفكر فيه، واللي كان بيفكر في الدب يبطل تفكير، واي حد يجي على باله دب ابيض يرن الجرس. نتائج التجربه دي زي ما احنا متوقعين، وزي ما غالبا حصل معانا لو لعبتوا معايا اللعبه بتاعت اول السحله، ان الناس اللي اتمنعت من التفكير في الدب الابيض كانت بتفكر فيه اكتر. يعني كل ما هنحاول نتجنب فكره معينه او نهرب منها، كل ما هنلاقيها موجوده في دماغنا اكتر. وده بالظبط اللي بيحصل مع الاسرار. السر بيتحول لهوى الصغير، فكره مش قادرين نتخلص منها ومحسسانا في نفس الوقت بالقلق من افتضاح السر ده. السر بيتحول للدب الابيض اللي مش المفروض نفكر فيه. في نفس الوقت ده تقريبا كان جيمس بين بيكر، ده استاذ في علم نفس المجتمع، بيجري مجموعه من التجارب على موضوع مش بعيد قوي عن اللي بيتكلم فيه ويجنر. ابحاث بين بيكر كانت عن تاثير مشاركه الاسرار سواء مع شخص او حتى بكتابتها في ورقه على الصحه النفسيه والجسديه للناس. بين بيكر في تجاربه كان بيطلب من الناس انهم يقعدوا من 15 ل 20 دقيقه يكتبوا اسرارهم في ورقه، حاجات فضلوا شايلينها طول حياتهم ومعرفوش يستجمعوا شجاعتهم ابدا انهم يقولوها لحد. بنهايه التجربه كتير جدا من المشاركين قالوا ان هم حسوا بشيء من التحرر او الارتياح، وده حتى كان باين على التحسن اللي حصل لخطهم. كمان تحاليل الدم بتاعتهم بتقول ان مناعتهم اتحسنت، عدد خلايا المناعه تي سيلز عندهم زاد، ومسح المخ الاي اي جي اللي اتعمل عليهم اثبت ان التواصل بين النص اليمين والنص الشمال من المخ بقى احسن، كأن نصين المخ كانوا مخاصمين بعض بسبب السر وتصالحوا بمجرد ما السر ده طلع على الورقه. ليه بقى؟ بين بيكر بيقول ان اجابه السؤال ده مركبه شويه. اولا الكتابه او الكلام عن الافكار بيساعدنا ان احنا ننظمها اكتر ونتعامل معاها بشكل احسن. من ناحيه تانية البوح بيقلل القلق والتوتر اللي بيبقوا جايين من خوفنا من افتضاح السر. من ناحيه ثالثه بيقلل الميل للعزله والصمت اللي بتبوظ علاقاتنا الاجتماعيه، بل بالعكس مشاركه الاسرار بتخلي العلاقات الاجتماعيه باللي حوالينا اقوى. في واحده من تجارب ويجنر اللي لسه متكلمين عليه من شويه، 2 من المشاركين في التجربه حسوا بانجذاب شديد تجاه بعض لمجرد ان هما الاتنين كانوا عارفين سر بقيه المجموعه مش عارفاه، لدرجه ان الباحثين اضطروا يخرجوا كل واحد منهم من باب علشان ما يبداوش علاقه لمجرد ان هما تحت تاثير التجربه. الله، طب ما دام الموضوع كده ما يلا نفضفض كلنا بقى ونقول. مش بالظبط. هنا بيظهر اسم ثالث شديد الاهميه في عالم سيكولوجيه الاسرار، الست اللي كتبت كتاب سيكولوجيه الاسرار. تحياتي لحماده هلال، أنيتا كيلي. أنيتا كانت شايفة إن موضوع فضفضوا يا جماعة بدل ما تطقوا ده مش قابل للتعميم قوي. هو صحيح إن البوح بالأسرار بيخلي الناس تحس أحسن وتتحسن صحيا، لكن ده مش معناه بالضرورة إن كل اللي كاتم سر هيتعب. عادي، في ناس بتعيش كاتمة أسرارها بال20 سنة وما بيحصلهاش حاجة. بالعكس، ده في ناس لما بتبوح بأسرارها بتتعرض لمشاكل، خصوصا لو السر ده محرج وهيعرضك لسخرية الآخرين أو رفضهم. وإن في بعض الحالات الناس لما بتبوح بأسرارها للشخص الغلط بتعاني من تبعات اجتماعية شديدة السوء، زي ما حصل معاها هي شخصيا لما كان عندها 15 سنة وقالت لحد من أصدقائها المقربين على سر شخصي جدا، والشخص ده سيح لها تسيحة وحشة قوي. من هنا ابتدت أنيتا تاخد في عين الاعتبار في الأبحاث بتاعتها إن مش كل الأسرار زي بعض، وإن السياق مهم. السياق دايما مهم، بنقول ايه لمين وبنقوله في انهي سياق، وهل الشخص ده اهل للثقه ولا لا، وهل السر ده اصلا تعبنا ولا لا. هنا طبعا فكره الكتابه عن السر في ورقه وحرقها بعد كده تبدو ملاذ امن جدا، او نعمل زي صاحبنا الحلاق بتاع الملك ميداس، نحفر حفره ونقول السر للارض وندعو الله ان ما يطلعش عودين بوص يفتنوا علينا. قولوا لي في الكومنتس بترتاحوا اكتر لما بتحكوا اسراركم لحد ولا لما بتحتفظوا بيها، ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.